السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فلوج جديد من فلوجاتنا المميزه جدا. هنروح رحله يومين بس من الرياض للخبر والدمام. طبعا الرياض اقرب حاجه ليها في المحافظات، يعتبر القصيم والمنطقه الشرقيه اللي هي الخبر والدمام والجبيل. طبعا اهل الرياض عارفين ان من اغلبنا بنروح الخبر والدمام لانها فيها بحر وجوها بيبقى حلو قوي في الشتاء عن بقية محافظات المملكة، وكمان بيبقى تغيير جو لان الرياض بتقتصر فقط على المتنزهات والحدائق والكلام ده. زي ما انت شفتوا طبعا الطريق من الرياض للدمام حلو جدا، والصحراء رايقة والطريق لطيف وما شاء الله ممهد. بياخد من 4 ساعات ونص ل5 ساعات. والطريق لطيف جدا، ما خدش مننا اي مجهود اطلاقا. طبعا هنا احنا وصلنا الخبر من المحافظات الجميلة جدا، طبعا ما بينها وما بين الدمام اقل من نص ساعة. جميلة زي ما انتم شايفين، هادية ورايقة. طبعا احنا كلنا بنروح الخبر بنهرب من زحمة الرياض والزحمة والتكدس شوية في الشوارع، لأن الخبر من المحافظات الرايقة جدا الهادية، عكس الدمام كمان يمكن بتبقى زحمة شوية. لأن اللي عاوز يروح يغير الجو ويفصل شوية من جو الرياض يروح الخبر، ما يروحش الدمام أجمل، الكورنيش بتاعها كمان أحسن. زي ما انتوا شايفين كده رايحين على الكورنيش. كورنيش طبعا جميل وقعدته مميزة جدا خاصة في الشتاء. لأن الشتاء الجو بيكون هناك معتدل، ما بيكونش برد قوي زي الرياض مثلا، بيبقى لطيف والقعدة بتاعته حلوة اوي. كورنيش الخبر كله عامة قعدته حلوة ومميز ولطيف. في طبعا مطاعم حلوة جدا في الخبر. مطاعم كتير كمان في الجزيرة، فيها كمية مطاعم ما شاء الله فخمة وكويسة قوي على الكورنيش مباشرة. مطعم للأكلات المصرية كل الناس بتشكر فيه، والحقيقة احنا جربناه، اللي هو مطعم شجرة الدر. حقيقي ياخد 9 من 10 في تقييمي، بس ما لحقتش اصوره. كمان رحنا مطعم عمو حمزة في الدمام، وكان موجود في الخبر بس قفل. القعدة بتاعته مميزة جدا، وعلى الكورنيش، على كورنيش الدمام، وحلو قوي. الأكل ياخد 7 على 10، القعدة في المطعم 10 على 10. على الكورنيش على طول، والبحر قدامكم، بس احنا كنا رايحين بالليل فمش ظاهر اوي. رحنا فين تاني؟ رحنا البحر، الشط اسمه وجه القمر، مشهور جدا في الدمام، الا ان احنا لقينا مكان فاضي شوية مش زحمة، فنزلنا قعدنا ساعتين كده، بس قلنا ملهاش لازمة بقى نمشي لحد شاطئ وجه القمر، بس حلو قوي، نصف القمر، شاطئ نصف القمر. فقلنا ملهاش لازمة نوصل الشط واحنا كل اللي قاعدينه ساعتين ومسافرين، بس كانت قعدته حلوة برضو مميزة جدا. طبعا في اماكن كتير تانية تتراح. الجبيل بيشكروا في بحرها جدا وفي جوها، للي عاوز يعني يروح الجبيل. بس ده كان الفلوج بتاعنا. طبعا ملحقناش نروح اماكن كتير لان اجازتنا كانت يومين فقط، مع يوم سفر، يعني كانت المدة قصيرة جدا، فملحقناش نروح كل الاماكن، بس في المرات الجاية ان شاء الله لازم هصور لكم. اللي عاوز يروح الدمام الخبر الايام دي فرصة جميلة جدا لان الجو لطيف، فروحوا قبل ما الجو يبرد.
ويبقى برد جدا، فالجو جميل هناك الايام دي ولطيف جدا يعني، مش هتندموا ابدا. بلد كويسة وتستحق الزيارة يعني.